دير بالك تشتري اي عطر من معرض العطور الا لما تسمع النقاط هذه. معرض العطور القادم وغيره من المعارض هي اماكن وفرص حق العروض والخصومات والاشياء الحصريه مرات، فهي فرص حلوه عشان توفر فلوسك تشتري الاشياء اللي انت بيها بسعر ارخص، لكن لازم تعرف شلون تتعامل مع هالشيء. ولذلك اسمع النقاط هذه، وعلى قولة اخواننا المصريين حطها حلقه بودانك. 1. لا تشتري بالاجل. لا تشتري العطر عن طريق تقسيطه ل4 مرات من بعض التطبيقات، او تشتري بالفيزا بفلوس انت ما تملكها. اشتري بفلوسك واشتري على قدك، لا تخاف المعرض راح يتكرر ترى اكثر من مره، ما يمنع انك تطلع من المعرض بعطر واحد بس، لكن اهم شيء العطر هذا من فلوسك. 2. سوي جرد حق العطور اللي عندك الحين موجوده وشوف شنو اللي ناقصك، لا تروح عمياني. بعد ما تسوي الجرد يمكن تكتشف ان ناقصك عطر فرنسي واحد، او نوع من انواع البخور، او عطر بنكهه عربيه. اعرف شنو احتياجك قبل ما تروح المعرض عشان وانت تفتر هناك عارف شنو انت بتشتري. 3. لا تشتري بنفس اليوم. روح اول يوم وخذ لك فره وشوف العطور اللي تحتاجها، وارجع البيت وفكر، وروح يوم ثاني واشترهم. هني راح تعرف تقاوم بين رغبتك وحاجتك، فانت تشتري وفق الحاجه مو وفق الرغبه. 2. راح تعرف ثبات العطور اللي انت رشيتها اصلا. 4. لما تعرف العطور اللي انت ودك تشتريها ورجعت البيت، خصوصا العطور العالميه، شوف اسعارها في المواقع العالميه، في المحلات نفسها اللي انت لقيت عندها العطر، هل فعلا في خصم؟ هل في عرض حلو؟ فشوف السعر وتأكد. 5. وهذه نقطة وايد مهمة، إذا أنت إنسان ملول وتمل من العطر أو تكرهه، بكل بساطة دائما اشتري الأحجام الصغيرة. لا تشتري الأحجام الكبيرة عشان تبي توفر وعشان السعر أفضل لك، لا، أنت في حالتك الأحجام الصغيرة هي أفضل لك، فاشتري الحجم الصغير، بتكون وفرت فلوس واستمتعت بالعطر. الله يعطيكم الصحة والعافية وقواكم الله، واشتروا على حاجتكم واستغلوا العروض صح.